النهارده عندنا حضارة جديدة وهي الحضارة الصينية. لا تختلف كثيرا عن الحضارة الهندية. في ايه؟ قال لك مثلا في الدين. الحضارة الصينية بقى قال لك دول الناس اللي بياكلوا بالمعلقة. يجيب لك مثلا كده اهو، يقوم جايب العصاية ويحط العصاية هنا اهو، ويقول لك يمسك كده اهو وياكل. مش عارف بيمسكوها ازاي، ان كان بقى بيمسكوها ازاي. فين الحضارة الصينية؟ قال لك دي الخريطة، الصين كانت هنا تمام، والحضارة اللي هي بتاع الهند كانت هنا. الهند كانت فين؟ قال لك كانت غرب الهند وباكستان. خلاص طيب الهند وباكستان مش دي كانت الحضاره الهنديه زمان؟ قال لك طيب. قال لك بعد كده نيجي بقى على الحضاره الصينيه فوق. مش الصين المفروض هنا اللي من اهم الانهار بتاعها كان نهر الايه؟ اليانجتسي اللي كان موجود في الصين. هنا بقى الحضاره دي قامت على نهر ولكن فوق شويه. نهر اسمه نهر ايه؟ قال لك هوانج هو. هوانج هو. يبقى نشأت الحضاره الصينيه عند وادي نهر او اسمه نهر ايه؟ هوانج هو. ده احنا لسه هنشوف شويه اسامي حلوين. يبقى ده اول حاجه اكون عارفه. يبقى نشأت الحضاره الصينيه عند نهر هوانج هو. طيب النهر ده اذا الحضاره الصينيه بتعتمد على ايه؟ الزراعه. اذا فهي كلها تعتبر زراعه. دي من اقدم الحضارات اللي قامت فين؟ قال لك في الشرق الاقصى، اللي هو الشرق البعيد شويه، اللي هو اللي هنا. الصين بقى كان مين اللي بيحكمها؟ قال لك كان معظم اللي بيحكموا الصين اسر قويه جدا. اسر ايه؟ قويه. قال لك دي السلالات بتاعتهم اسمها السلالات الحاكمه. يبقى انا تاني حاجه لازم اكون عارفها، قال لك السلالات بتاعتهم سلالات ايه؟ حاكمه، اللي هي جايه من اسره او من اسر قويه جدا تدعى السلالات مين؟ الحاكمه. يبقى اذا كان الحكم بتاعهم كان هو السائد. قال لك اسره استطاعت الاسره القويه من ضمن الاسرات اللي كانت موجوده اسره تشين. اسره اسمها ايه؟ تشين اهي. اسره تشين دي عامله زي الملك مينا عندنا زمان. مش الملك مينا هو اللي راح وحد المملكه الشمال والجنوب؟ قال لك اسره تشين دي هي اللي راحت وحدت الدويلات اللي كانت موجوده في حضاره مين؟ حضاره الصين، واسست حكومه مركزيه ايه؟ قويه. يبقى اسره تشين ده اهي راحت عملت ايه؟ هقول لك راحت اسست اسره حاكمه قويه او حكومه مركزيه قويه. طب عملت ايه؟ قال لك قدرت ان هي توحد الدويلات اللي كانت متنازعه وعملتها في دويله واحده، وعملت حضاره اللي هي حضاره الصين. نخش على الملامح على طول يلا عشان خاطر نخلص في السريه. هنبدا بكل ملمح لوحده. طبعا حياه اجتماعيه، حياه ثقافيه، حياه اقتصاديه، وعلوم وفنون، ونجيب كمان عماره. فبالتالي عندنا 5. هنبدا باول حياه. قال لك الحياه الاجتماعيه. ايه ده بقى؟ استنى لو سمحت. اكتر حاجه كانوا بيعتمدوا عليها زمان هي الاسره. الاسره دي كانت لازم ولابد تربي يا استاذ يا محترم الابناء. يبقى اذا الاسره كانت من القوى الاساسيه اللي كانت موجوده في الصين. ليه؟ قال لك كانت بتربي الابناء. كان بيعلموهم ايه؟ 3 حاجات مهمين. يبقى كده اول حاجه عندي قال لك الاسره. يبقى الاسره كانت بتعمل ايه؟ قال لك كانت مخصصه في تربيه الابناء. طيب كانت بتربيهم كام حاجه؟ قال لك 3 حاجات. اول حاجه احترام الكبير، ده معروفه، احترام الكبير واجب. تاني حاجه قال لك الطاعه، لازم يطيع الملك ويطيع الوالدين ويطيع ويطيع ويطيع، لازم يطيع. ثالث حاجه قال لك لازم يكون عنده ولاء للاسره والمجتمع بتاعه. يبقى هم علموهم كام حاجه؟ 3. اول حاجه الطاعه. طيب تاني حاجه قال لك الولاء للاسره والمجتمع. ثالث حاجه احترام الكبير. يبقى علموهم 3 ايه؟ حاجات. طب في الحضاره الهنديه قال لك ان المراه كان لها شأن ايه؟ كبير. طب ما تيجي نشوف المراه عند الصينيين. هل شاركت في الطقوس الدينيه برضه؟ نو. هل شاركت في الحكم برضه؟ نو. ما كانش لها حق في حاجتين، لا الوراثه ولا حتى تولي المناصب المهمه في الدوله. يبقى هي المراه كانت بتعمل حاجتين يا شباب. اول حاجه قال لك ان دورها اقتصر على تربيه الاطفال واداره شؤون المنزل. يعني بمعنى صح كده ينكتب في البطاقه بتاعتها ايه؟ ربة منزل. ده اللي بيبقى موجود عندنا. يبقى اقتصر دور المرأة على حاجتين: تربية الأطفال، إدارة شؤون المنزل. يبقى اقتصر دورها على حاجتين. طيب هل كان لها حق الميراث؟ قال لك لا. هل كان لها حق ان هي تروح للمناصب العليا؟
التربيه؟ قال لك لا، يبقى اقتصر دورها على حاجتين فقط، تربيه واداره شؤون المنزل. زي مصر كده عندنا يقول لك ايه؟ ربة منزل. خلاص، يبقى تقعد في البيت وتربي الاطفال وتريح دماغها. يبقى هم قايل لم يكن لها حق الميراث او تولي المناصب العليا في المجتمع الصيني. يبقى دي الحياه الايه؟ قال لك الحياه الاجتماعيه. يبقى احنا كده لخصناها سريعا. يبقى دي الحياه مين؟ الاجتماعيه. نروح على اسهل حياه فيهم. قال لك حاجه اسمها الحياه الدينيه. الناس دي كانوا بيعبدوا ايه؟ عشان نلخص حوارنا، انا كان عندي ديانتين هناك في الهند، ديانه هندوسيه والبوذيه. الناس دي كانت زي الهند بس ما كانش عندهم هندوس. قال لك كان عندهم الديانه البوذيه. خلاص، ان شاء الله هنودي لهم المرأة كده تعمل لهم كده. يبقى اشهر الديانات الديانه البوذيه. حد يسالني سؤال ويقول لي الديانه البوذيه دي مش كانت موجوده عند الهند؟ اللي وداها الصين، جت الى الصين عن طريق الهند. يبقى الديانه دي قال لك خدوها من الهند. نخش على الحياه اللي بعدها، سهله. يبقى كان عندهم تعدد معبودات، من اشهر العبادات اللي عندهم البوذيه. نروح بقى على اشهر واحده عندي وهي الحياه الاقتصاديه. 1 مينيت لحد هنا هنقف شويه. قال لك ان الحضاره الصينيه اعتمدت على الزراعه اللي هو نهر مين؟ يبقى بسبب ان انا موجود عندي النهر بتاعهم اللي هو هوانج هو، قال لك الحضاره ديت كانت حضاره تعتمد على الايه؟ الزراعه. طب استنى بقى يا عم، الزراعه دلوقتي، هو انتوا لما تهتموا بالزراعه هتعملوا ايه؟ اكيد هيعملوا ترع، اكيد صح، هيعملوا جسور، اكيد هيعملوا قنوات. يبقى لازم يهتموا اهتمام شديد بالارض الزراعيه بتاعتهم. قال لك الزراعه دي هي اساس الحياه الاقتصاديه او هي اساس الاقتصاد في الصين. اهتموا بحاجتين، اول حاجه استصلاح الاراضي مين؟ الزراعيه. تاني حاجه شق الترع والقنوات. انتوا اهتميتوا بده؟ طب ما طبعا هم لما يهتموا بالحاجه دي هيقدروا يرووا ويزرعوا. طب هتزرعوا ايه من المحاصيل؟ قال لك حاجتين، قمح ورز. يعني انتوا بتهتموا بالزرع ده، قال لك المحاصيل الزراعيه المهمه قمح وارز، دول اهم المحاصيل. مش زي الهند عندها قمح ومين؟ والشعير. طب الناس دي ربت ايه؟ قال لك تربوا دوده الاز. عارفين دوده الاز؟ الدودة الأز دي اللي هي بتطلع الحرير. ايه ده؟ استنى بقى يا استاذ لو سمحت، مش ملاحظين حاجه؟ الناس دي اهتموا بالحرير وهم كانوا هنا. انا كان عندي طريق في اسيا هنا كان اسمه طريق ايه؟ هو ده الطريق اللي كانوا مسيطرين عليه بسبب دودة الأز دي. يبقى هم اهتموا بتربيه دودة الأز عشان خاطر يطلعوا معانا الايه؟ قال لك صناعه الحرير. خلاص، وقدروا يسيطروا على طريق الحرير. نروح على تاني حاجه موجوده معانا وهي الصناعه. الناس دي كانت بتصنع 3 حاجات مهمين جدا. هجيب من حيث انتهيت. انا انتهيت بتربيه دود مين؟ اللي هم كانوا بيخرجوا منها الايه؟ اذا هيصنعوا الملابس بتاعتهم من الايه؟ من الحرير. طب تاني حاجه قال لك الخزف. ثالث حاجه قال لك عملوا الادوات بتاعتهم اسمها الادوات البرونزيه، يبقى صنعوها من البرونز. يبقى بالتالي كان عندي 3 ايه؟ صناعات موجوده في الصين، خزف، ملابس، وادوات برونزيه. نروح على اهم حاجه موجوده عندي وهي التجاره. الناس دي قال لك ان التجاره بتاعتهم كانت مزدهره جدا يا امان. ليه؟ قال لك بسبب ان هم كان عندهم حاجتين. اولا ظهور العمله المعدنيه. ايه ده؟ يعني كان عندهم عمله معدنيه؟ قال لك طب ثانيا ودي المهمه جدا، طريق قدروا يسيطروا عليه، طريق اسمه طريق الحرير. الطريق ده كان بيربط حاجتين ببعض. اول حاجه بيرتبطوا بدول وسط اسيا، وتاني حاجه بيتربط باوروبا. يعني معنى كده ان الطريق ده وصل على حاجتين، دول وسط اسيا ومتجه الى كمان ايه؟ الى اوروبا. يعني الطريق ده كان مهم. يبقى لما اقول طريق التجاره صعد على تنشيط التجاره في الحضاره الصينيه، هقول له اجل، هقول له طبعا صح. ليه؟ لانه كان بيربط بلاد وسط اسيا وكمان بلاد مين؟ اوروبا. هنروح بعد كده على اهم حاجه، قال لك العماره والفنون. الناس دي بنت ايه؟ طبعا لما اقول الصين اذا هروح افكر على طول واطلع على سور الصين الايه؟ العظيم، اللي يعتبر من عجائب الدنيا السبعه. اليونسكو طبعا حاططها على قائمه التراث الثقافي، والناس كلها بتذهب الى السور الصيني مين؟ العظيم، اللي كان بيحميها من الاعداء. فكان سور ضخم. السور ده معمول من زمان جدا. ابسط مثال خالص المغول لما جم يحاربوا في البدايه خالص الصينيين، السور ده منعهم من انهم يدخلوا الصين. الناس دي عملت ايه في العماره؟ قال لك الناس دي اهتموا بحاجتين مهمين زي الهند كان عندهم تخطيط مدن، صح؟ دول كان عندهم برضه اهتموا بالتخطيط او تخطيط المدن. يبقى هم خططوا لايه؟ المدن. وكانت المدن دي قال لك محيطه باسوار
ضخمه. من اهم الاسوار اللي اتعملت قال لك سور الصين العظيم. ده اهم حاجه اتعملت في الصين في العماره بتاعتها. السور ده اتعمل ليه؟ قال لك اتعمل عشان خاطر يحميهم من الاعداء زي ما كنا بنتكلم. بعد كده قال لك الناس دي اهتمت بايه؟ نروح على الفنون. الناس دي اهتمت بالفن جدا لدرجه ان هم برعوا في الرسم، برعوا في النحت، برعوا في الغناء، برعوا في الشعر، برعوا في حاجه مهمه جدا، الكونغ فو اللي هي الفنون القتاليه معروفه طبعا في الصين. نروح على اخر حاجه قال لك الحياه العلميه. لو رجعت بالذاكره الى دوله الهند او الحضاره الهنديه هلاقي ان هم الناس دي برعت وكانوا مراكز علميه كبيره جدا. خلاص قال لك كان عندهم طب، كان عندهم فلك. طب الناس دي برعت بقى في ايه؟ الناس دي برعت في 3 علوم مهمين جدا. نروح على اخر حاجه موجوده عندي وهي الحياه العلميه. الناس دي كانوا بارعين في 3 حاجات مهمين جدا. قال لك الفلسفه والرياضه والطب. الفلسفه عملوا ايه والرياضه عملوا ايه والطب عملوا ايه؟ قال لك ان الفلسفه هنا قال لك اخترعوا القواعد الاخلاقيه عشان السلوك الانساني، لان الانسان لازم سلوكه تكون كويسه جدا مع الناس، مش الشتيمه تقابل بالشتيمه، لا ده كان فيلسوف جدا يعرف يتكلم معنا. تاني حاجه قال لك الرياضه اخترعوا جدول الضرب، اول ما نستخدموا جدول الضرب هم الناس دي. بعد كده قال لك اخترعوا الطب، اول الناس ياخدوا الوخز بالابره. يقول لك انت تعبان فين؟ عندك هنا تعب، طب تعالى كده يجيبوا ابره يفضلوا يخرموا في جسمه لحد ما تيجي بص للواد ايه ده؟ ما عادش فيه اي حاجه. لا ده على ممكن الاعصاب اللي موجوده عندهم دي بالوخز بالابر بيجيبوا كل الاعصاب اللي موجوده. كانوا بارعين جدا في الحته دي. تاني حاجه قال لك العلاج بالاعشاب، دي زي برضه الهند. بعد كده قال لك قدروا يبتكروا فنون جديده او يبتكروا حاجات جديده زي ايه؟ قال لك فن الطبعه بالاضافه الى البوصله والبارود. يبقى الناس دي كان عندهم ابتكارات. بعد كده قال لك الورق من اللي اخترعه؟ قال لك واحد اسمه سايلون. خلاص يبقى انا كده موجود عندي شويه اسامي جميله قوي. يبقى الاسم الاولاني عندي نهر مين؟ هونج هو. عند الاسره شين. الكونغ فو ده معروف بالاضافه لسور الصين العظيم، بالاضافه للورق اللي اخترعه مين؟ سايلون. شويه حاجات كده والله يعني جميله. يبقى دي الحضاره الصينيه اللي موجوده عندي. يبقى انا كده عندي الصين وعندي الهند.